الحوت وشمس الحوت هتعمل ايه الحوت لاخواتها المائيين؟ شمس الحوت بصي اعلى السرطان. درجه ان شاء الله هتفوقوا بقى اخيرا اخيرا هتفوقوا من التعب، الوهن، الكسل. بتجري في اليوم 100,000 مشوار، لا خلاص شمس الحوت بقى هتخش. وكمان الزهره بقت موجوده كمان في الحوت، هتدي ماليات حلوه قوي، هتدي مناصب شغل اكتر واكتر، بتفتح ابواب كانت مقفوله بسبب شمس الدلو. شمس الدلو كانت في بيت وبالها، فكانت يعني ايه، مش الابراج المائيه والابراج الترابيه كانت في عرقله وتعب اهم جسدي. ما يميز امرأة برج الحوت ذكائها وعاطفيتها، عطوفه قوي، ممكن تدفع عمرها كله عشان العاطفه عندها تتم. والجدعنة، جدعه الأصول قوي، والأصل. جدعه قوي قوي، عندها اصل. ورجال الحوت برضو عشان تزعل ورجال مني. الحوت برضو، يعني عشان بس تزعل الحوت مني الأصليين. أصل في حوت رايحين ناحية الحمل، بتهيألي لا ده دول العشريه اللي هي التالتة. الاخيره الثالثه دي بتبقى واخده شويه من صفات العشريه الاولى من الحمل. لكن العشريه الاولى والثانيه في الحوت لا ما شاء الله، نفسيتهم حلوه، نفسيتهم هاديه، ناجحين، شاطرين. الشمس دايما احنا بنتكلم في طوالع، فدايما بتاثر في البيت الاول. أفضل أيامهم كبرج حوت، وأفضل أيام برج السرطان وبرج العقرب، الثلاثة المائيين في رمضان. إيه أفضل الأيام؟ بصي انا افضل الايام هحطها دايما تحت بند الرقم الفردي. اي حاجه فيها 3 5 7 13 15 17 17. 23 25 27. بس ناخد بالنا من يوم 27. ما تسالينيش ليه عشان ما عنديش اجابه، انا بتكلم بروحانيا شويه. يوم 27 3 ايه اللي بيحصل، او ايه درجه الارض مالها إيه كطاقه ارض، الله اعلى واعلم، وتعدي على خير ان شاء الله. في ترابط قوي جدا بين الأبراج المائية. يعني أنا مثلا عندي مجموعة من صديقاتي برج الحوت، أنا في بيني وبينهم تناغم كبير جدا. زهرة عرقوب، داليا جودة، روعة، رانيا صابر، عبير صبري، هويدا. وهويدا، لا هويدا سرطان زي ايوه. وفي أسمى سميح. فبقول لأسمى سميح وزهرة وداليا وروعة ورانيا صابر وعبير صبري النجمة الجميلة، كل سنة وانتم طيبين. طب بما دي ان قمر عبير صبري، دي روحها جميله، بتبان في ضحكها. برج الحوت وهي عندها مسلسل، اخباره ايه؟ لا هينجح باذن الله. واحلى حاجه ان في توقيت العرض بتاع المسلسل الشمس موجوده عندها، فهي هيجي لها اخبار ساره اكتر، او بشغل تاني اكتر في اماكن تانيه، في عروض تانيه، في مسلسلات او افلام تانيه. بل بالعكس، عبير صبري عارفه النور بتظهر كده بنور جامد قوي باذن رب العالمين، باذن رب العالمين. ايه اكتر البشارات الحلوه اللي احنا ممكن نقولها لبرج الحوت في شهرهم؟ بشارات صحيه، ماديه، عاطفيه؟ كله لان هو تعب قوي 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 قوي. شهر 2 شمس الدلو كانت مبهدلاه نفسيا ماديا، مشاكل. والسرطان والعقرب خلاص بيبداوا، الشمس بتيجي تدي ضوء، بتدي نور. فباذن الله باذن الله الابراج المائيه بتبتدي تشم نفسها، وبالذات في الصحه ويليها المال. مثلا اللي كان عنده مشاكل في شغله، اللي كان عنده مشاكل مع الاصحاب، اللي كان عنده مشاكل في عقر داره في البيت، بيبتدي يفوق اكتر واكتر. وحتى الفنانين من ابراج الحوت، لو هنتكلم بقى حوت وسرطان وحوت وسرطان وعقرب، فوقوا بقى، فوقوا وفوقونا معاكم يعني.